مساء الخير عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفنانه شيرين عبد الوهاب، وهنكشف ليكم عن مؤامره كبيره تتعرض لها شيرين وتكشفها للجمهور، وتعليق الجمهور انت كده خسرتي كل حاجه. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعه واعمل لايك واشترك في القناه وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة اعتذار مدير أعمالها ميمي فؤاد عن العمل معاها مرة تانية، وده في بيان ليها عن طريق المحامي بتاعها اللي أكد إن الفنانة هي اللي قررت عدم العمل معاه. وقالت شيرين إن هي تعرضت للضرب والسحل على يد شقيقها، وهي هتتخذ إجراءات قانونية ضده. وقال محامي شيرين عبد الوهاب في بيان نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب ورغبة منها لبيان الحقيقة الكاملة للرأي العام، وده رد منها على الشائعات والأخبار على لسان مدير أعمالها السابق ميمي فؤاد. وقال إن الفنانة تعلن وتؤكد إن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مفرطة ولا أساس لها من الصحة، وإن هي تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبد الوهاب. وقال إن شقيقها قام بضربها وسحلها واستخدم سلاح في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وده ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بده، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف اللي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب. وقال إن الفنانة تعلن إن هي لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسيء ليها أو لسمعتها، وإنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها للي تعرضت ليه من مؤامرة مغلفة بدوافع الأخوة والشفقة، واللي كان بعيد كل البعد عن الحقيقة، علشان في تقارير طبية في التحقيقات النيابة العامة بتثبت صحة أقوالها. وقال إن الفنانة في الفترة الحالية متفرغة تماما لأعمالها الفنية وسايبة أمور التقاضي لمكتبه علشان يتابعها ويتابع الإجراءات القانونية. وختم محامي شيرين عبد الوهاب وقال أخيرا تؤكد الفنانة إن هي خرجت من المستشفى مع المحامي بتاعها وتوجهت بعربيته لبيتها. وبعد انتشار البيان ده على السوشيال ميديا، جزء كبير من الجمهور اللي كان متعاطف مع شيرين في أزمتها الأخيرة بقى ينتقدها وما بقاش في صفها زي الأول، لأن من وجهة نظرهم إن أخوها كان خايف عليها، ولما عمل كده كان من حبه وخوفه عليها، لدرجة إن البعض قال لها أنت كده خسرتي كل حاجة يا شيرين. فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.